مرحبا بكم في عمق الحدث. ما الذي تخفيه المظاهرات العمالية التي شهدتها العاصمة المغربية الرباط؟ هل هي رسالة مبطنة إلى حكومة عبد الإله بن كيران أم محاولة لليسار كي يستعرض عضلاته في الشارع؟ نتابع تقرير أنمار حجازي ونعود. الآلاف تظاهر في مسيرة احتجاجية بدءا من ساحة باب الأحد في الرباط على الرغم من سوء أحوال الطقس. عنوانها العريض كان من أجل الحقوق والحريات. رفعوا شعارات ضد الفساد وغلاء المعيشة واحتجوا بصوت عال على سياسة الحكومة الإسلامية. نحن نحتج على سياسة الحكومة في مجال الحقوق النقابية ودفاعا عن حقوقنا التي لا تبالي بها حكومة بن كيران وبسبب غياب الحوار. نظمت المظاهرات من قبل منظمتين نقابيتين، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكبر اتحادات عمالية في المغرب تعنيان بحقوق العمل والعدالة الاجتماعية للعمال. المنظمتان تحتجان على إغلاق الحكومة لباب الحوار الاجتماعي وضد البطالة والتهميش، وطالبتا بالتعويضات العادلة والسكن المناسب. الجميع في حالة غليان ضد السياسة المتبعة للحكومة. إنها حكومة لا تنصت، وإن لم تنصت لنا فإننا بالتأكيد سنعود إلى الشارع. شاركت في المسيرة أحزاب معارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في حقوق الإنسان، وحركة العشرين من فبراير التي ترى بعد عامين من نشوئها أن المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية وأن رئيس الوزراء يقود البلاد إلى الهاوية. فبعد أكثر من عام على تولي الحكومة الإسلامية ما زالت عجلة الإصلاحات بطيئة جدا، خصوصا في قضايا نظام التقاعد والإعانات. المحتجون عبروا عن استيائهم من الإجراءات الحكومية التي تقول الحكومة إنها لدعم شفافية موارد الاتحادات العمالية. الحكومة تلقي من جانبها باللوم على فلول الحكومة السابقة وعلى الإدارات التي تقف في وجه الإصلاحات. ويرى محللون أنه على الرغم من التغيرات التي حدثت في المغرب بعد احتجاجات الربيع العربي، أن السلطة الحقيقية ما زالت بيد أقدم ملكية في العالم. وللتعليق على الموضوع معي في الاستوديو عبد العزيز حمودان، وهو عضو في حزب النهج الديمقراطي المغربي. أهلا وسهلا بك. هل برأيك هذه المظاهرة كانت ناجحة؟ نعم، أود في البداية أن أشكر فرانس 24 على الدعوة التي وجهت لي بصفتي عضو في حزب النهج الديمقراطي، عضو عادي مناضل في حزب النهج الديمقراطي. أشكر أيضا السادة المشاهدين والمشاهدات. للإجابة على السؤال، أقول بدون تردد من خلال مشاهدتي العديد من الفيديوهات وأيضا الصور التي بلغتنا من داخل المغرب أنها كانت مظاهرة ناجحة ومسيرة. العدد قليل بيني وبينك، العدد قليل، عدد المتظاهرين. يعني أنا لا نقابتان من المغرب، العديد من الأحزاب السياسية نعم. شاركت، ومع ذلك فإن العدد نعم. لم يتجاوز الآلاف. نعم، يعني هذا 3000 حسب وزارة الداخلية، 10000 حسب المنظمين. وزارة الداخلية شيء والشارع شيء آخر. حتى في فرنسا دائما هناك نعم. هذه تقديرات. أنا شخصيا لم أتوصل بعد نقول إحصائيات مرقمة شيفري. طيب. لكن بالرغم من ذلك أنا أقول وأؤكد أنها مظاهرة كانت ناجحة على جميع المستويات. أولا نجاحها أنا أرد بطبيعة الحال النداءات العديدة أولا لم تقتصر على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بل أنها جذبت الأحزاب، ليس فقط الأحزاب، جمعيات منظمات ديال المجتمع المدني، أيضا أحزاب سياسية، أحزاب منظمات حقوقية كمثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى مجلس الدعم لحركة 20 فبراير، كلها جمعية المعطلين. طيب 20 فبراير هذا ليس مفاجأة. الرسالة موجهة لمن؟ لرئيس الوزراء عبد الإله بن كيران. الرسالة واضحة من خلال الشعار العام، من خلال الشعار العام ديال المظاهرة ديال المسيرة السلمية. ماذا يقول الشعار العام؟ يقول من أجل الحقوق والحريات كاملة بدون نقص. هذا
خطاب. الحريات في المغرب اليوم منقوصة، يعني هناك نقص في الحريات. هذا نقاش أكمل وبعد أجيب على السؤال لأنه سؤال وجيه. إذا الشعار العام هو شعار من أجل الحقوق والحريات كاملة، وعندما نتصفح المطالب الملموسة المنبثقة عن هذا الشعار العام هنا نفهم مغزى هذا الشعار. الضغط يعني. أيضا ليس فقط الضغط، أي حقوق على أي حقوق. نزلت الآلاف البارحة في شوارع الرباط عن أي حقوق، حقوق اقتصادية بامتياز، حقوق اجتماعية أيضا، وحقوق سياسية مرتبطة بالحريات العامة. الحكومة يمكن أن توفر كل ذلك في سنة واحدة؟ كيف سنة واحدة؟ منذ وصول يعني حكومة بنكيران. أنا بالنسبة لي هو حكم قائم ونظام قائم منذ سنوات، ليس فقط حكومة بنكيران، لأنها حكومة في اعتقادي، وهو اعتقاد راسخ، أنها حكومة لا صلاحيات لها، لا صلاحيات لها، أؤكد ذلك، إنما تنفذ وبحماس قرارات مستمدة من جهات أخرى. وأعني بذلك بكل وضوح، وأتحمل مسؤوليتي كعضو مناضل في النهج الديمقراطي، أنها تنفذ بحماس ليس مخطط حكومي أو أغلبية حكومية، بل تنفذ. نحن لسنا في ديمقراطية على شاكل الديمقراطية الفرنسية أو برجوازية خالصة إلى آخره، بل نحن في ظل حكم فرضي مطلق. وعلى هذا الأساس فإن حكومة بنكيران لا تنفذ إلا قرارات صادرة عن حكم فرضي مطلق، لأن المؤسسة في المغرب هي هكذا. أي مؤسسة؟ عن أي مؤسسة نتحدث؟ أنت تتحدث عن المؤسسة الملكية، لا؟ نعم. أنت تتحدث عن الملك. نعم، أتحدث عن الملك. أتحدث عن الحكم الفرضي أيضا. الحكم الفرضي الآن السلطات كلها في يد الملك وليس في يد حكومة بنكيران لتطبق برنامج معين مستمد من إرادة شعبية معينة. هذا خطأ إذا اعتقدنا هذا. لماذا أقول هذا؟ لأن النضالات الحالية أيضا ليس فقط كلام عزيز حمودان أو النهج الديمقراطي، لأن النضالات الجارية في المغرب الآن منذ مدة وقبل نشوء حركة 20 فبراير أنها كانت متجهة، هذه النضالات الشعبية بامتياز كانت متجهة ضد الاستبداد. حينما نتحدث عن الاستبداد نعني بذلك أننا في ظل حكم مطلق فرضي إلى غير ذلك. عبد العزيز حمودان، شكرا جزيلا لك. شكرا. الشكر لفريق البرنامج: حسين الجنيني، أنمار حجازي، ماتيو كايزاك، ومحمد سالم. أمسية مريحة للجميع.